إلا ما عندكش لوز باه ديري شباح السفرة، أرواحي تشوفي أحلى شباح بالكاوكاو، والنتيجة روعة البنات، ما يتشقق ما يتحل، ويجي معلك ويجي بنين بزاف. اللي حابة تتعلم عليها غير تشوف فيديو من الأول للأخير للمبتدئات. وهنا خيرت لكم أصغر كيلة في هذه الوصفة، ويوالم بزاف لأصحاب المشاريع. يعني شباح السفرة يمشي بكثرة في رمضان ومطلوب بكثرة، وناجحة، وصفة ناجحة مليار بالمية. طبعًا وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساونيش بالجيم وتابوني في القناة وتشجعوني بتعليقاتكم. تعليقاتكم تهمني بزاف هكذا باش تدعموا قناة مطبخ أم نور، فرجة ممتعة حبيباتي. وبدون إطالة نشوفوا هذه الطريقة الجميلة والبنينة بزاف، صدقوني بنتها رائعة. إذا نشوفوا طريقة التحضير. إذا بسم الله، بالنسبة لوصفة شباح السفرة اللي حنرفقوها مع طاجين لحلو بدون لحوم، نحتاج هنا قيمة 300 غرام تاع كاوكاو مقشر، ما بارطل. طبعا من الأحسن بما أنه حنديروها بالكاوكاو ماشي باللوز، حنديروه في الفور في سنيوة نفرشوه ونديروه يقعد غير 5 دقائق ونخرجوه، لكن نخلوه أبيض هكذا باش يجيني الكاوكاو تاعي بنين. كي يدفى شويه معايا نخرجوه من الفور، يدفى شويه معانا نديروه في الروبو ونديرو بهذه الطريقه، يعني نكليكي هكذا عليه ونحي يدي، نضغط ونحي يدي هكذا باش ما يتكور ليش من داخل. وهنا ضفت له كيله الا ربع سكر. طبعا هذه كيله اللي نحتاجها باش نكيل بها من بعد. اذا انا استعملت الكيله تاع شاي، كاس تاع شاي. ثم تقدروا تستعملوا فنجان تاع القهوه صغير كامل. إذا بعد ما رحيته مع السكر، منبت 300 غرام تاع الكاوكاو مع ربع كاس تاع لاتاي، كاس إلا ربع. هنا من جهة عندي 3 صفار بيض مع 3 بياض بيض، وعندي الكاس اللي حنكيل به هذاك الخليط الأولاني. إذا بالنسبة للخليط هنا شوفوا مليح كي جوزناه في الروبو. يعني على درنا هذه الطريقة خلطنا الكاوكاو مع السكر هكذا باش يتعسل لنا الخليط. العقدة تاعنا تعسلنا مليح. إذا حناخدو في الجفنة نديرو 3 كيلات كاوكاو اللي رحيناه مع السكر. إذا هذه الكيلة الثالثة نضيفوا له، نبداو نضيفوا له صفار البيض. طبعا شباح السفرة حنلموه بالصفار البيض، وانا ضفت ملعقة كبيرة تاع ماء الزهر ما ننساوهاش. ونبداو بالنسبة لصفار البيض نبدا نديرو حبة بحبة حتى يتلم لنا الخليط. يعني انا دالي كتر من 3 حبات. هنا درت الحبه الاولى كما كنتم تشوفون، نحاول هنا سرعت فيديو نحاول نخلط الخليط تاعي حتى يتلم لي العجينه. المهم العجينه ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف. هنا درت الحبه الثانيه وبعد كملت الحبه الثالثه. يعني نضيف تدريجيا صفار بيض هكذا حتى يتلم لي العجين. طريقة سهلة بزاف للمبتدئات. وهنا أنا جبت الحبة الرابعة تاع البيض. أنا البيض اللي عندي متوسط، لكن نتوما إلا كبير قادر تروح لكم حتى 3 بيض. كملت الحبة الرابعة كملتها كامل كما كنتوا تشوفوا، لكن صرتها مازال ما كملتليش، ضفت لها غير نص حبة، يعني دات لي 4 حبات ونصف تاع صفار بيض. وهكذا العجينة تاعي راهي واجدة، ويعني مانيش حنزيد لها. المهم ما تكونش جارية وما تكونش يابسة. شوفوا القوام تاعها رائع. طبعا نديرها في ساشي ونخلوها تريح على الاقل ساعتين، ساعتين ولا على الاقل ساعه. المهم لازم تريح هكذا باش تساعدكم كي تحلوها، يعني ما تعذبكمش. طريقة سهلة بزاف. طبعا هذه الوصفة إلا درتوها باللوز بنفس الطريقة، يعني 3 كيلات لوز مع 4 صفار بيض بنفس الطريقة. يعني الأصل تاع هذه الوصفة، شوفوا أنا هنا حنعاون روحي بالساشي هذا ونحل العجينة تاعي. السمك تاعها ماشي رقيق ماشي خشين بزاف، متوسط رايح شوية الخشين، ونبدا نحلها كامل. وهنا طبعا في هذه الوصفة راح نستعملوا هذه الطوابع. طبعا كما نعرفوا هذه الطوابع شوفوا نضغط هكذا وتتحلي فاسيلمون. شباح صفرا هو طبق جزائري محض، يعني يتحط في رمضان، والمعروف بزاف خاصة عند ناس الشرق، قسنطينة كيكدا عنابة اللي نحييهم من هذا المنبر. هما يديروه يعني باللوز. يعني ماما حنا في العاصمة حنا نديروه باللوز، لكن حبيته اليوم يكون اقتصادي. أنا نضري نديروه باللوز ثاني يعني بنتو بنا، بنفس الطريقة، يعني باللوز بنفس الطريقة. وشنو برك ما ترحوش اللوز تاعكم مع السكر، يعني اللوز رحوه وحده وما تحمصوش اللوز، يعني ما كان لا تحمصوه. حنا نحمصوا الكاوكاو علاش؟ باش الريحة تروح لنا تاع الكاوكاو هذا ما كان. لكن نتوما إلا درتو اللوز ما تحمصوش، يعني رحوه مباشرة. ديروا 3 كيلات لوز مع كيلة إلا ربع سكر.
إن شاء الله نكون راني واضحة يعني في التفاصيل تاع هاد الوصفة. أنا استعملت هادو ليمون، وانتم أي مول عندكم، كاين دي مول صغار تاع شبح السفرة تقدروا تستعملوهم، ولا تقدروا تستعملوا هاد الليمون العاديين تاني كيجوا لاباس بيهم. حنا نقدروا نستعملوا كوردون هكذا باش تخرجوهم إلا لصقوا معاكم، ماكلا كامل ديروهم في الفرينة وتحصلوا على هذه الاشكال الجميله. شوفوا يعني رائعه. ومن جهه عندي بيض تاع 4 حبات بيض اللي كنا نحيناهم من قبل. طبعا هنا حاولوا ما تضربوش بيض هكذا باش ما يعذبكمش، باش كي تجبدوهم ما يبق... ما ي... ما... د- الحلوه تاعي ما تديش، او شباح السفره ما يديش كميه كبيره من بيض. نرمدوهم هكذا ونديروهم فوق ورق الطهي، عفوا ورق الماس هذا اللي رايح يشرب لنا كامل هذاك الزائد او الفائض تاع بياض البيض، ونكملوا كامل الحبات التواي. كما قلت لكم شباح سفرة بنين بزاف، ويديروه الاصل تاعو باللوز، يديروا ويطموه بصفر بيض، ويديروا عجينه ويطبعوه بطويبعات، ويجي شباب، ويديروه في المرقه، مرق حلو. طبعا كي يكملوا كامل الكميه، انا سخنت كميه تاع زيت. هنا الزيت يعني حتى يلحق الحبه، يعني شوفوا ما كثرتش بزاف زيت. المهم سخنوا مليح الزيت تاعكم وديروها على نار متوسطه، تحت متوسطه شويه، يعني تقدر تروح حتى رقيقه. وبداو حطوا الحبات تاعكم. هنا السر الثاني انه طيبوهم ابلون، يعني طيبوهم بيوضه، يعني حطوهم برك بداو قلبوهم، يعني كي يشدوا روحهم شويه يقدروا يتنحاو. قلبوهم هكذا وكملوا كامل الحبات بنفس الطريقه. صحاب العاصمة يديروه على شكل، ما يديروش بطوابع، يديروه على شكل صبيعة عروسة، ويحطوه كيما ناس الشق، يعني يديروه عادي في المرق الحلو. طبعا هذه الطريقة سهلة بزاف، وبالكاوكاو يجي ثاني بنين بزاف. وصفة رائعة. أنا درت لها مغرفة كبيرة تاع المزهر على جال الريحة باش نحينا ريحة الكاوكاو. تقدروا تضيفوا أيضا عطر البندق، أو عفوا عطر اللوز تانيك باش تنحوا ريحة الكاوكاو. أنا ما ضفتلوش في هذه الوصفة، لكن جا بنين، جا معسل، جا معلك من الداخل وبنين بزاف. شوفوا ما يتحلش في الزيت، يعني وصفة ناجحة ومقادير جد مضبوطة. شوفوا هنا درتو ابلون، يعني شويه برك غوز برك، يعني المهم طيبوه ابيض، لانه راح نزيدو نرمدوه في البياض بيض، ونزيدو نطيبوه مره ثانيه، وفي هذيك المره رايحين نحمروه مليح. شوفوا هنا خليته، يعني حاولت نخليه ابيض، رايح شويه برك غوز. بعد ما يبرد شويه، يعني المهم خلوه يدفى شويه، عاودوا جوزوهم في هذاك البياض البيض، وحطوه فوق هذا الورق بابي ابسوربون، وخلوه تانيك، وحاولوا نشفوه هكذا من الفوق بالبابي. حاولوا زيدوا نشفوه، عاونوا روحكم قد ما تتخلصوا على هذاك البياض البيض، قد ما يعطيكم نتيجه مليحه، وتجيكم الحبه مدحوفه، يعني ما تجيش فيها هذاك البياض البيض. حتى ولا جا شويه فيها في الاطراف، مسحوها غير بالبابي، والشكل تاعو راح يتسقم معاكم. بنفس الطريقه نعاودوا نقلوهم. اذا هنا حنرمدوهم 2 خطرات، المره الاولى رمدناهم في البيض ومن بعد طيبناهم ابلون، المره الثانيه كي يبردوا معنا نرمدوهم في البياض البيض، ومن بعد كي نزيدوا نطيبوهم. لكن هذه الخطره راح نحمروهم مليح في الجوانب، دائما نار قليله. حاولوا ديروهم على نار قليله، هكذا يجيكم بنان بزاف حتى للقلب، يطيبوا لكم مليح. وهنا بالك تتسائلوا تقولوا علاش رمدناهم في البياض البيض 2 خطرة، لانه من بعد كت حنديروهم في الطاجين الحلو، يعني حنرموهم في المرق هكذا باش نضمنوا ما يتحلوش معنا في المرق. حنا دائما طاجين الحلو ماذا بينا يبقى المرق تاعو صافي ويعني لون ذهبي. وهكذا وجدت معنا الوصفه. نخلوهم يبردوا ونروحوا نوجدوا مع بعض طريقه تحضير طاجين الحلو بدون لحم. بالنسبه لطاجين الحلو حنديروه بدون لحم، لكن يجي بنين بزاف. هنا واش عندي كيله تاع لي فخوي ساك تاوعي، عندي مشيمشه، عندي زبيب، عندي العوينه هذه. وواش حندير كيله حنقبلها بكيله الا ربع سكر. انا بالنسبه هنا سيباريتهم، ودرت العوينه تاعي درتها في الماء سخون مليح ونخليها بجيه، وزبيب والمشيمشه خليتهم بجيه. في قدره ولا كاسرونه ولا كوكوطه واش عندكم، مهم تكون ثقيله. درت مغرفه كبيره تاع سمن، ودرت كيله الا ربع سكر. انا نقصت سكر وضفت 2 كيلات تاع الماء، كيله الا ربع سكر و2 كيلات تاع الماء. نحركو هكا عود قرفه، ما ننساواش نغسلوه مليح هذاك العود، ونحركو ونخلوها فوق النار حتى يبدا يغلي معانا. كي يبدا يغلي معانا واش درت هنايا، يعني خلطته، نضيف له هذيك المشيمشه. كي يبدا يغلي معانا وتشوفوا السيرو تاعكم بدا يثقل شويه برك، نرميو هذيك المشيمشه مع الزبيب ونحركوها هكذا، ونخلوها على نار دائما متوسطه، يعني 4 ساعات هكذا حتى تطيب معكم هذيك المشيمشه.
بعد ما طيب يعني المشيمشة تاعي يعني تقدروا تشدوها هكذا تصيبوها طرية، وقتها نضيفوا العوينة اللي نكونوا صفيناها من هذاك الماء، وطبعًا الفواكه المجففة هذه اللي في خويسك لازم تغسلوهم مليح، لأنهم فيهم مادة يديروها هكذا من الفوق، يعني لازم يتغسلوا مليح، طبعًا هذه نصائح المبتدئات. نرميو هذيك العوينة ونخلّوها تكمّل طيابها يعني هاكا 10 دقايق حتى تبدا دير هذه الفقاعات الصغار ماشي فقاعات كبار، فقاعات صغار، وقتها نحطّو هذاك شباح السفرة تاعي اللي تكون بردت ونحطّوه هكذا كتزيين، نص منّو حطيته ونص منّو خبيته في علبة ونديروه في كونجيلاتور، ما نديروش تحته في كونجيلاتور، نهار كي نحب نعاود طاجين الحلو تاعي ما عليا غير نديكونجيليها، يعني طريقة سهلة بزاف وشبح سفرة كيما قلت لكم مقادير مضبوطة وناجحة، ويقعد هكذا يعني يجي مقرمش تانيك ويجي طري من الداخل ويجي معلك. من جهة راني حمصت شوية لوز في الزيت هكذا بارد، يعني درت مغرفة كبيرة تاع زيت في مقلة وعلى نار قليلة حمصت شوية لوز وطبعًا على نار قليلة. شوفوا هنا يعني بعد ما درت الشباح السفرة تاعي نخليها يكمل طياب واحد 10 دقايق، شوفوا المرقة قعد لي هكاك صافي لونه ذهبي وحتى يبدا يدير لي هذيك الفقاعات الكبار، وقتها يعني طاجين الحلو تاعي راه واجد. في الأخير كلمسة نحب ندير ملعقة كبيرة تاع الماء الزهر، وهكذا الوصفة تاعي أو طاجين الحلو تاعي راهو واجد مع أحلى شبح سفرة اقتصادي غير بالكوكو، لكن بنته هايلة البنات. صح باللوز يجي أحسن وأحسن، لكن أيضا بالكوكو يجي رائع، يعني ماذا بيا تجربوه واعطوا لي رايكم في التعليقات. وفي الأخير نزينو هكذا باللوز، وهكذا الوصفة تاعنا حاضرة، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم وتبعتوا مليح المراحل. وصفة سهلة بزاف، مقادير قليلة وبأصغر كيلة وناجحة. شوفوا كيفاش يجي كي نقسم لكم يجي معلك ويجي معسل حتى للقلب وبنين بزاف، هاد شباح السفرة. وهكذا لحقنا لنهاية الوصفة. وإلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بجا، نتلاقاو إن شاء الله مع وصفة أخرى بحول الله وإلى اللقاء.